السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنعمل مع بعض سورتيت سهل جدا وسريع، مش هياخد منك اي وقت خالص، وهنعمله بشويه بواقي خيط كده، حاجه بسيطه يعني. اول حاجه، أنا الكميه اللي عندي الاكبر اللي هي الابيض. فطبعا الالوان اللي انت عايزاها او المتوفره عندك طالما بنشتغل ببواقي خيط. كل اللي هحتاجه ان انا اعمل سلسله طويله بمقاس دوران الراس، اقل شويه حاجه بسيطه اللي هي التوكه المطاط اللي هنحطها في اخر ايوه اللي هي دي المكان دوت، ونعمل حساب ان التوكه بتمط، وان كمان الخيط نفسه او الكروشيه نفسه بيمط شويه. فقللي شويه عن المساحه اللي انت عايزاها علشان لما يمط تيجي المقاس المظبوط. انا اشتغلت على 65 سلسله. هبدأ ان انا بعد ما عملت 65 سلسلة ان انا هشتغل عليهم غرزة عمود عادية، مش هعمل اي حاجة غير ان انا هعمل غرزة العمود على كامل السلسلة دي. تمام. بعد ما بخلصها خالص هاجي عند اخر سلسلة وهشتغل فيها 4 عمود بلفة في نفس المكان علشان اعمل دوران للمكان دوت، بس هو ده كل الهدف منه، ان انا انتقل للخطوة التانية. كده 4، وهبدأ ان انا اشتغل على الجزء المقابل او اللي هي السلاسل في الاتجاه التاني. وهعمل برضو عواميد عادية خالص، عواميد بلفة، واللي هي للمبتدئين اللي لسه مش عارفين ان انا بلف الخيط على الابرة وبدخل وبسحب فتلتين وبعدين بسحب فتلتين، ده بيكون شكلها، وهكمل لحد نهاية السطر. كده خلصتها اهوت، ووصلت للاتجاه المقابل الناحية التانية، وبرضو هعمل فيه نفس الخطوة اللي هو في آخر سلسلة هعمل فيها المرة دي هعمل 3 بس، علشان أنا هحسب ال3 سلاسل ارتفاع عمود منهم يبقوا كده ال4. وهقفل بقى الشغل بتاعي كده، هقص الخيط وأنضف، والأفضل إنك تنضفي أول بأول علشان ما تحسيش إن الدنيا ملكبكة شوية. خلصت الجزء دوت، وهبدأ ان انا احط الخط السلسلة اللي في النص. طبعا الخط ده هو اللي يعني بيبرز شكل السورتيت اكتر، وبيخليه شكله حلو اوي. انا عايزه اقول لكم ان انا عملته ب2 بس، بجزئين بس. انت تقدري انك تعمليه ب3، بحيث ان هو يعمل شكل الضفيرة الاساسية، ما يبقاش 2 بس متجدلين في بعض، لا، انك تخليها ضفيرة فتبقى 3 شرايط من الشرايط البيضة دي. بس انا الخيط اللي عندي مكفاش غير ال2 بس. طيب الجزء دوت انا هدخل بالابرة في اول حتة خالص اللي هي عملنا فيها ال4 سلاسل. تمام، هيبقى في فتحة صغيرة كده هدخل منها، وهبدأ ان انا ادخل الابرة في الخيط، وورا الخيط اللي هو الفوشيا ده هاخده واسحبه واطلع منه بمنزلقة. ونخلي بالنا ان لو الخيط عمل معانا كده يعني خد سحب من الابيض شوية، ان احنا نعدلها، لان الجزء ده هيكون اكتر جزء واضح وظاهر في السورتيت، فما ينفعش انه يكون فيه خيط منتوش. هستمر بقى ان انا اعمل السلسلة دي لحد الاخر. شايفين شكلها حلو قوي وسهلة سريعة جدا اصلا، يعني مش هتاخد منك حاجة خالص ولا هتاخد خيط. دلوقتي بقى اخر حاجة هعملها، وما تلاقيش من الخيط في اوله وفي اخره، لان احنا يعتبر ما عقدناهوش ويعتبر ان هو فاكك، بس احنا هنثبته بابرة التنظيف، ويعني هيثبت وهيبقى كويس. ما تخافيش يعني. هربط بس الجزء دوت، وهاخده كده بإبرة التنظيف ادخله في قلب الحشو، في قلب الخيط نفسه. عملت الشريط التاني نفس الطول نفس المقاس وبنفس الطريقة، وهبدأ ان انا اعمل ايه، هبدأ ان انا هاجي على الجزء ده اللي هو الدوران، انا عايزة امسكهم في بعض عشان اعرف اجدلها بعدين. فهاجي عند اللي هو اول عمود في ال4 اللي هو من هنا كده، هدخل فيه وهبدأ ان انا الضم الخيط، وهشتغل غرزة حشو على ال4 عواميد دول، فهيبقى معايا 4 حشو، ولما اجي اثبت في التانية هيبقى معايا نفس ال4 الحشو دول. بمعنى انا عملت كده ال4 همت، هجيب بقى الشريط التاني هحطه جنبه كده،
وابدأ اشتغل فيه، يعني اشبكهم الاتنين في بعض. وبرضو هعمل 4 سلاسل 4 غرز حشو. بس كده خلاص. هرتفع بقى بالطريقة دي 3 سطور. طبعا المقاس يا جماعة حسب الشخص اللي انتوا بتعملوا له، فمن الافضل ان احنا ناخد مقاس الشخص نفسه. المقاس اللي انا عاملاه كبير يعتبر يعني ايه لشخص بالغ، مش مثلا سن اصغر او كده، يعني لحد كبير. بعد ما هعمل ال3 هبدأ ان انا اثبت التوكة. هجيب التوكة وهحطها كده وهنسى اصلا ان هي موجودة، تمام. وهبدأ ان انا ادخل في غرزة الحشو نفسها، تمام. وهخلي الخيط المشدود على ايدي ورا التوكة، تمام. هدخل وبعدين هسحبه من ورا التوكة هقفل الغرزة عادي. اتمنى ان هي تكون واضحة في التصوير اكتر، لان الشرح بتاعها لحد ما مش هيكون مظبوط. انت عايزة تشوفي الطريقة اصلا ازاي. ما تقلقيش لو حسيتي ان في فراغات ما بين الخيط على التوكة، لان ده اصلا هيلم دلوقتي يعني هيدخلوا في بعض كده. هشد الخيط كويس، وبصوا مجرد اصلا ما سحبت التوكة شوية كله دخل في بعضه تاني. هبدأ دلوقتي بقى ان انا اضفرها. زي ما قلتلك انت تقدري تعمليها ب3 شرايط، انا اكتفيت ب2 بس عشان الخيط اللي عندي ما كانش يكفي. ودلوقتي بقى هرجع اعمل، يعني بعد ما ضفرتها اهو همسك الجزئين دولت وهبدأ ان انا اعمل فيهم نفس اللي انا عملته في الجزء ده. هثبتهم كويس. ثبت وخلصت التوكة كده، خلصت وبقت جميلة جدا. عايزة اقول كمان ان انا في الجزء بتاع الاكسات ده ثبت الاتنين في بعض، لان كانت بتلف او بتفك حتى وهي معمولة كانت بتلخبط في بعضها. فمن المنطقة دي بالظبط اللي هو حرف الاكس ده كنت بثبت بغرزة من الخيط الابيض، حاجة بسيطة خالص كده بس عشان اتأكد ان هي مش